الخيار المخلل المقرمش. شايفين بقى الطبق الجميل ده؟ ايه رأيكم دلوقتي هنعمل بقى مع بعض حبة خيار زي العسل، مقرمش معاكي لحد اخر واحدة. هقولك كل الاسرار وكل التكات اللي يخليه مقرمش معاكي وطعمه جميل. يلا كده نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. معايا هنا كمية من الخيار. اول حاجة كده في تخليل الخيار هو نوع الخيار بتاعنا. لازم الخيارية بتاعتنا تبقى صغيرة كده وجميلة. شايفين الخيار بتاعي عامل ازاي؟ تعتبر دي كده اكبر حاجة فيه. بس اهم حاجة ان الخيارية تنقيها تكون ناشفة. تمام، ما تكونش طرية، ما تكونش كبيرة. كل ما الخيارة كانت كبيرة كل ما الالياف بتاعتها بيبقى فيها الياف كتير، فما تنفعش معانا في المخللات، بتبقى طرية. تمام كده، يبقى اول حاجة الخيار بتاعنا لازم يكون صغير ويكون ناشف ويكون بلدي. الخيار البلدي جميل في التخليل. كده اول حاجة. تمام تمام. جبت الخيار بتاعي غسلته كويس جدا، وبعد كده هنبدأ بالسكينة ونبدأ ان احنا نفتحه فتحات كده، فتحتين تلاتة مش كتير، ونعبيه في البرطمان بتاعنا. تمام، انا مش هنقطعه لان انا جايبه كميه، فانا مش هقطعه، هنخليه زي ما هو كده. بس اهم حاجه ان انا افتحه الفتحات دي. طب انا دلوقتي الخيار بتاعي صغير وعايزه ان انا احطه كده يومين تلاتة، هتلاقيه فعلا لونه هيبدأ ان هو يتغير، هيتخلل. بس هتيجي تفتحيه من جوه هتلاقيه زي ما هو ما استويش. فالفتحات اللي احنا بنعملها دي علشان خاطر المحلول بتاعنا يوصل للمخلل فيستوي من بره ومن جوه. تمام كده. وحطيت معاه كمان كام قرن فلفل، لو مش عايزه تحطيه براحتك. هنبدأ بقى نعمل المحلول بتاعنا. معايا كل لتر من المية هنحط عليه 4 معالق من الملح. بمعلقة الأكل العادية 4 معالق من الملح، ما تكونش مليانة قوي. يبقى كل لتر مية عليه 4 معالق من الملح. أنا هنا معايا 3 لتر من المية، فحطيت عليهم 12 معلقة. هنبدأ ندوب الملح بتاعنا. تاني سر بقى من المخلل بتاعنا والتكة الجميلة قوي اللي بتخليه مقرمش معاكي هو معلقة السكر. كل لتر مية هتحط عليه معلقة سكر وهتبدأي تدوبيها مع الملح. لو لاحظتوا ان انا السكر دايما، اللي شاف الفيديوهات بتاعت المخلل اللي قبل كده خليت معاكم الليمون والزيتون والفلفل، هتلاقوا معلقة السكر دي انا دايما اساسية عندي في اي مخلل. مادة حافظة للمخلل بتاعي، بتديله قرمشة حلوة لأي نوع مخلل. حتى لو انت ما بتحطهاش مع المخلل بتاعك، لا حطيها مع الخيار. دي تاني حاجة من قرمشة الخيار بتاعنا. تمام كده. بعد كده هنحط نص معلقة من الكركم على كل لتر مية، عليها نص معلقة كركم بتدي لون حلو للمخلل بتاعنا. ومعايا معلقتين من الخل على كل كام، على كل لتر مية. يبقى على كل لتر مية هنحط معلقتين من الخل. تمام. معايا هنا بقى الاضافات بتاعتي دي اللي بتدي بقى بصوا ريحة تحفة للمخلل بتاعك، وهي ايه؟ طبعا فص الثوم ده اساسي في مخلل الخيار، بيديله نكهة حلوة كده وتست حلو. ما تزوديش، انا ده كان فص كبير وانا مقسماه على 2. تمام كده. معايا هنا بقى ايه، كام ورقة كده من ورق اللورا، نص معلقة من الكركم، قصدي من حبة البركة، زيها برضو من الكزبرة الحصى، زيها من الزعتر. تمام، كل دي نكهات حلوة للمخلل بتاعنا. تمام كده حبايبي. ما تزوديش من التوم، لان لو هتعملي كمية بعد كام يوم كده ما بيبقاش حلو، ما بيبقاش ريحته حلو. فاحنا بنحط بس كده فص من التوم بيديله تست حلو كده، وبيدي ريحة حلوة التوم مع خيار المخلل. تمام كده. خلاص كده ملينا بقى البرطمان بتاعنا بالمحلول. بعد كده في الاخر كده هنحط بس ايه معلقة صغيرة كده من الزيت على الوش بتاعنا، عشان برضو ما يعملش اي ريم معايا. وهنبدأ نغطي البرطمان بتاعنا. طيب هنغطي البرطمان، هنحطه فين بقى؟ دي بقى تالت حاجة من اللي اسرار كده الخيار بتاعنا اللي يخليه مقرمش وجميل معاكي. هنبدأ نحط الخيار بتاعنا في المطبخ عادي. تمام كده 3 ايام بس في المطبخ، وبعد كده هتبدأي تشيليه في التلاجة.
بصوا يا حبايبي، هنا ده كان بعد 5 ايام. انا بقول لكم هنا انا فضيته من البرطمان اللي انا كنت مخليه فيه الاول، وحطيته في العلبه دي عشان اقدر ان انا اشيله في التلاجة. هنا كان بعد 5 ايام، حطيته الاول 3 ايام بره التلاجة لحد ما غير لون. بعد ما غير اللون بتاعه بدأت ان انا اشيله في التلاجة. لازم تعملي الخطوة دي قوي، هيبقى الخيار بتاعك مقرمش معاكي وجميل جدا. بس ما تحطوهوش في التلاجة من اول ما تخلليه، مش هيتخلل معاكي خالص. لو عملت الخيار بتاعك وجيت حطاه على طول في التلاجة مش هيتخلل. شايفين بقى المية لونها جميل جدا ازاي، والخيار بتاعي اصفر كده وجميل من معلقة الكركم. بصوا قطعت لكم واحدة كده، جميل جدا. هسمعكم بقى في الاخر كده صوت القرمشة بتاعته. بس الخيارة الصغيرة دي بس كده بقى، عايزة تحتفظي بيه في التلاجة بقى على طول تمام. انا بالنسبة لي هحتفظ بيه في التلاجة، لان طبعا انا مش هخلصه كله لان انا عندي برضو مخللات تانية. تعالوا بقى كده ايه نسمعكم صوت القرمشة، اسمعوا كده معايا. مم. اسمعوا كده تاني. مم. جميل جدا بجد، طعمه جميل جدا جدا جدا. الملح بتاعه مظبوط، مقرمش جدا. بصوا يعني بجد جربوه. طعمه جميل قوي. طبعا مع طبعا الاضافات اللي احنا حاطينها دي مدياله ريحه وطعم جميل جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه بجد، هيعجبكم قوي. شايفين بقى الشكل بتاعه منتهى الجمال، والله طعمه جميل. يا رب يكون كده الفيديو عجبكم. وما تنسونيش بقى في اللايك يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.